أنا لقيت السؤال ده بصراحة بيتسأل كتير جدًا، أنا عن نفسي حتى لو العالم كله اقتنع وقال ما فيش فراخ بتتغسل، أنا عن نفسي برضه هاغسل الفراخ. حطينا دلوقتي المَيّة، إحنا بنعمل محلول وحطينا مَيّة وحطينا كَمّ من الليمون، وحطينا حاجة بسيطة من الخل وده الخل الطبيعي، وكمان حطيت على الرخامة وعلى الحوض زي ما إحنا شُفنا، علشان فعلًا لو المَيّة دي جات من غير ما أقصد على الرخامة يبقى فعلًا حطينا الخل، وبعد كده بعد برضه ما خلّصت غسلت الحوض كويس وحطيت خل وليمون تاني. أنا بعد ما حطيت الخل والليمون وكمان الملح والدقيق وخلّيتهم حوالي نُص ساعة أهو زي ما إحنا شايفين لو الفرخة مش هتقطّعيها، بتغسليها بتحطّي إيديكِ كده جوّه الجلد كلّه بتطلّع برضه يعني حاجات كده تخُص الفراخ ودي طبعًا لازم تتشال، وبتحطّي إيدِك من جوّه ومن عند فوق الزور برضه، تمام، وبرضه قطّعت من الفرخة علشان أورّيكِ، لأ إحنا لازم نغسلها، بنغسل كل حاجة فيها، في الورك كمان زي الكبدة كده دي برضه بتتشال. عشان كده إحنا بنطلّع حاجات منها إزاي ما تتغسلش، ويا ريت تقولوا لي إذا كنتم بتغسلوا الفراخ والّا لأ، وبكده خلصت وصفتنا ويا رب تكون عجبتكم.